السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. صلاة العيد، كل سنة وانتم طيبين. حبيت افرحكم معايا كده واوريكم الاجواء. يعيد علينا وعليكم بخير يا رب. تعالوا بينا نعمل فطار العيد. جبت هنا معايا بلانشة اللحمة بتاعتي، هبدأ اقطعها، وقبل ما اقطعها اتخلص من اي شوائب فيها، لان الشوائب دي يا بنات ساعات بتعمل زفارة جامدة جدا جدا ومبتعرفيش تاكليها مع حد اللحمة. فالمهم ان احنا نتخلص منها. اي شوائب في اللحمة ملهاش لازمة اتخلصي منها، وهنشوف مع بعض ان شاء الله. بالنسبة لتقطيع اللحمة انا بحب اجيبها من النص كده، بحس ان هي بتقطع معايا اكتر. معرفش النظرية دي صح ولا لأ، بس انا بحسها دي الشوائب اللي ملهاش لازمة، او الشغب اللي بيطلع من قلب اللحمة بحاول اتخلص منه كده، علشان بيضايقنا طبعا في الاكل، وفي نفس الوقت هو مش نضيف بالشكل اللي احنا شايفينه ده. تمام. بعد كده بقى بقطع اللحمة بتاعتي اي تقطيع طبعا انت تفضليها. شايفين بجيب اللحمة من النص ازاي؟ جربي الطريقة دي كده وقوليلي. اي زيادات ملهاش لازمة طبعا بنتخلص منها. تمام. حلو قوي. بعد كده بقى عندي الشوربة بتاعتي على النار بتغلي، بنزل باللحمة بتاعتي، وبعد كده بحط طماطم، بصل، ورق لوري، حبهان، الفلفل الاسود هنحطه طبعا يا بنات بعد ما اللحمه بتاعتنا تطلع ريم بالشكل اللي احنا شايفينه ده، عشان لو حطيت الفلفل الاسود مع الحبهان والطماطم هيروح طبعا مع الريم وما بقاش استفدنا بيه. فاحنا دلوقتي هنطلع الريم من اللحمه من الشوربه بالشكل اللي احنا شايفينه ده. خلاص كده اتخلصنا منه. بعد كده بقى بننزل بمعلقه الفلفل الاسود. تمام. حلو جدا. اللحمه بتاعتي دخلت على السوا، بنزل بمعلقه الملح، لان انا لو حطيت الملح في من اول اللحمه ما بتتسلق طبعا اللحمه بتاعتي هتاخد وقت وهتشد مني. هنا عندي صينيه بحط فيها الشوربه بتاعتي، تكون سخنه جدا. عندي صينيه تانية على النار، تكون النار بتاعتي متوسطه مش عاليه، علشان ان شاء الله هنعمل مع بعض الرقاق او المسلوقه. معلقه كبيره من السمنه، معلقه حلوه جدا من السمنه. ليه معلقه كبيره؟ علشان الرقاق بتاعي ما يلحقش او ما يتحرقش بسرعه. خلاص. بجيب الرقاق بتاعنا، ببدأ ابله كده بالشوربة بتاعتي السخنة، واحدة واحدة كده، من الجنب الاولاني والجنب التاني على الوشين يعني. تمام. وبعد كده ببدأ ارص الرقاق بتاعي. انا بعمل الفطيرة بتاعتي او المسلوقة 4 رقات، انت اقصى حاجة 5 او 8، يعني ممكن من 4 ل8 رقات، بس يفضل 4 رقات او 5 رقات عشان الفطيرة بتاعتك او المسلوقة بتاعتك تبقى طرية وحلوة. تمام. هنا حطيت سنة من السمنة. بعد الرقتين ممكن تستغني عن الخطوة دي، اهم حاجة معلقة السمنة الاولانية. تمام. انا هنا في رابع رقاقة خلاص، ببدأ احطها. تمام. عندي بقى هنا معلقة بحاول اسوي بيها المسلوقة بتاعتي زي ما احنا بنقول عندنا. تمام. بتتسوى كده بكل سهولة لانها شاربة الشوربة سخنة، وبعد ما بتاخد وش من تحت بقلبها بالشكل ده بكل سهولة. تمام يا بنات، حلو قوي. طبعا احنا بنعمل اول يوم مسلوقة مع الفتة، بس انا استسهلت الفطار السريع ده، سلقت اللحمة وعملت المسلوقة، وكمان بناكل المسلوقة دي جنب المش بالطحينة، حاجة كده فوق يعني حلوة قوي. جربوا الطريقة وقولوا لي. بدأت اقدم الرق بتاعنا، وهنا حطيت الشوربة. طبعا التقديم ده حسب طريقتك انتي. تمام. بنوت هنا كانت بتلعب معانا.
وده المش بتاعنا، وطبعا بنقدم جنبيه البيبس. وده الفطار بتاعنا يا بنات اول يوم. كل سنة وانتم طيبين، ويعود علينا وعليكم بخير يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.